بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد من قناة هالة إباري. هنعمل النهاردة الحلبة المعقودة زي ما بنقول عليها في اسكندرية، وفي ناس بتقول المفتقة. أيا كانت فإحنا هنعمل النهاردة الحلبة الجميلة دي، وهنقول مقاديرها المظبوطة عشان تطلع بالقوام الحلو ده وبالشكل الجميل ده، المقادير بالظبط. ونبدأ مع بعض نشوف الحلبة بتتعمل ازاي. لو عجبك الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة اللي لسه ما اشتركتش. شكلها جميل وطعمها حلو جدا ومفيدة وفوائدها عالية، وفي فصل الشتاء لازم بنعملها كل سنة ولازم بنحتاجها سواء في عشاء أو في فطار. وهنبدأ مع بعض نشوف هنعملها ازاي. شايفين حلوة جدا، طلعت مظبوطة والقوام بتاعها مظبوط. هنبدأ بقى هنجيب حلة ونحط فيها، هنعمل المقدار كله بمج الشاي العادي ده. هنجيب حلة ونحط فيها نص كوباية زيت، وهننزل فيها بنص كوباية سمسم. على فكرة السمسم بيتحمل النار وممكن نحطه عادي عشان يطلع ريحة بتاعته. ونقلب شوية نشوح السمسم، وبعدين بنفس المج بتاع الشاي هنحط كوبايتين مجين يعني سوداني مقشر، وهنشوح الاتنين مع بعض. احنا بدأنا بالسمسم عادي لأنه هو بيتحمل درجة الحرارة، وهنقلبهم مع بعض تطلع ريحتهم ويتحمصوا مرة تانية. هما طبعا احنا جايبينهم محمصين، بس هنا بقى ايه بتطلع ريحتهم الحلوة، بتبان جوه الحلبة لما نحمصهم كده تاني في الزيت. نقلب السمسم مع السوداني مع الزيت لحد ما نحس ايه كده ان هما سخنوا. بعد كده هنجيب نص مج دقيق بنفس المج، نص مج دقيق ونحطه على خليط السوداني والسمسم، ونقلب كأننا بنعمل بشاميل لحد كده ما الدقيق يكون ايه ريحته بدأت تطلع، يعني ما يتحمرش قوي. احتاجنا شوية زيت كمان نحط شوية زيت. على فكرة السوداني والسمسم ممكن تزودي عن كده ممكن تقللي عن كده، بس كل ما كان زيادة فيها السوداني والسمسم بتكون أجمل. فعشان كده أنا مزودة هنا السوداني، فعشان كده احتجت ان انا ايه احط حبة زيت كمان على النص مج. ونقلبهم مع بعض، نفضل نقلب. لازم يكون الزيت كده مش قد الخليط، لا يكون باين شوية عايم فيه شوية الزيت زي ما احنا شايفين. وبعدين نجيب معلقة مغات ونحطها. اللي ما عندوش مغات او مش متوفر المغات ما نستغنى عنه عادي جدا. الحلبة هتطلع جميلة قوي، مش محتاجة ضروري مغات، لكن احنا بنزود من قيمتها الغذائية وفي نفس الوقت من طعمها ولونها. بقى شكل الخليط جميل جدا لما حطينا المغات، لكن نقدر نستغنى عنه هيطلع جميل جدا برضو. نقلب المغات كده شوية مع خليط الدقيق والسوداني، حاجة بسيطة تشويحة كده. نقلبهم مع بعض، وبعدين نجيب بقى قد ايه عسل. كيلو ونص عسل، انا عملت مقدار كيلو ونص عسل. عايزة تزودي ضعفي الكمية ضعفي المقادير، عايزة تقللي قللي من المقادير. هنحط كيلو ونص عسل. بس انا في المرحلة دي طفيت النار، سايبة الحلة على العين البوتاجاز لكن طفيت النار، ونزلت بكيلو ونص العسل على الخليط، وهبدأ أدوب الخليط اللي أنا عملته مع العسل. نقلب كده لحد ما أحس إنهم إيه اختلطوا في بعض كويس. نقلب. أنا كده ما ولعتش النار لسه، طفيتها تاني، يعني طفيتها بعد ما قلبت السوداني والدقيق وحطيت العسل وهي النار مطفية. بعد كده هجيب الحلبة، والحلبة دي لازم اللي هي الحلبة المرة
الحلبة الحصى بنطحنها او بنجيبها مطحونة جاهزة من العطار اللي هي المرة، مش الحلبة المحوجة. بقول للعطار يديني على قد، مثلا هعمل 5 كيلو عسل، هقول له عايزة على قد ال5 كيلو عسل حلبة. وابدأ اضيفها للخليط. انا جبت على قد كيلو ونص، طلع مج مش مليان، ناقص 2 سنتي كده. يعني حطيت مج حلبة مطحونة مش مليان على الاخر، ناقص شوية. وبدأت اقلب على وانا طافية النار، برضو بدأت ادوب الحلبة. في ناس بتحط الحلبة في البداية مع تحميرة الدقيق، لكن ده بيخلي ريحة الحلبة نفاذة جدا، والزيوت الطيارة المفيدة بتاعتها بتطلع. ما بيبقاش فيها فايدة قوي زي ما اقلبها كده على البارد. يعني اقلبها بعد ما اطفي النار، هولع طبعا النار تاني. في ناس بتعملها بالحلبة المحوجة، ما ينفعش خالص، لان الحلبة المحوجة ده مشروب بيتعمل زي السحلب. فما ينفعش ان انا اعملها بحلبة محوجة، هي حلبة حصى مطحونة، الحلبة العادية الحصى وهي مطحونة. وفي ناس بتعملها للأسف من غير حلبة خالص، عشان ما يطلعش ريحة بتاعة الحلبة، طبعا غلط برضو. لأن كده أنا باكل عسل بسوداني وسمسم، ما باكلش حلبة. فدي الحلبة المعقودة الأصيلة بقى، متعلماها من ماما، دي على طريقة ماما، وبنعملها طول عمرنا، وجميلة جدا الوصفة ومظبوطة مقاديرها. كده أنا ولعت النار، وإيديا في الحلبة بفضل أقلب فيها. لازم اقلب فيها علشان ما يلزقش اي حاجة. اقلب بالمنظر ده. شكلها جميل جدا، ولسه ما استوتش، بس شكلها جميل ولونها حلو قوي. في ناس طبعا بتضيف كركم، لا بتبقى ريحته مش حلوة وبتغطي على طعم الحلبة. هي لونها حلو قوي من غير الكركم، لونها جميل. وهقلب فيها لمدة 10 دقايق، 10 11 دقيقة كده بالظبط، يعني اخدت الوقت ده. هفضل اقلب فيها المدة اللي هي ال10 دقايق كلها. على فكرة لو طلعت منك خفيفة، عادي ممكن يتولع عليها النار تاني، بس لازم تستني عليها تهدى علشان تعرفي قوامها. هنا بعد ما طفيت، بعد من 10 ل11 دقيقة كده، رحت حاطة معلقة ليمون، معلقة عصير ليمون، معلقة كبيرة. ليه؟ علشان الحلبة ما تسكرش. بحطها على البارد، اكون طافية النار واقلبها. بعد ما اطفي النار تحطي ليمون. شايفين حلوة جدا جدا، لونها جميل وشكلها جميل. وبتستني عليها تبرد عشان تعرفي هي قوامها مظبوط ولا لا. هتطلع منك مظبوط بعد 10 11 دقيقة كده، هتطلع تمام بالمقادير اللي انا قلتها. جربيها. بعد ما تبرد بشوية وتهدى، وتاني يوم بتكون اجمل، وقوامها بيتقل جدا، وبتبقى قوام كريمي كده، لا هي خفيفة قوي كأنها عسل، ولا هي تقيلة قوي ما تقدريش تعمليها ساندويتش. لازم يبقى قوامها وسط. لونها جميل، شكلها حلو جدا، وقيمتها الغذائية عالية، وبتدفي قوي في الشتاء. هنبدأ بقى ان احنا بعد ما تهدى هننزلها في علبة او في برطمانات حسب ما تحبي. بس يا ريت لما نستخدمها نستخدم معلقة ما فيهاش مية عشان ما تسكرش. وممكن تاخدي جزء في علبة خارجية لوحده تستعمليه، وتخلي بقية العلبة لوحدها عشان نحافظ عليها. ولو عايزة تعملي كمية ممكن تخلي جزء بره وتشيلي الباقي في التلاجة عادي جدا. بنعملها سندوتشات شكلها جميل قوي، وقوامها مظبوط، لا هي تقيلة ولا هي خفيفة. هي بتبقى كده، اسمها ايه، حلبة معقودة. يعني لازم تكون اتعقدت، مش صيصة كده او خفيفة او كأني باكل عسل، لا لازم تكون بالقوام دي. هي دي الحلبة الناجحة. نجربها وان شاء الله تطلع جميلة عشان من ايديكي، وبألف هنا وشفا. واللي عجبها الفيديو تحط لايك وشير، وتشترك في القناة. اللي لسه ما اشتركتش في القناة تشترك. وبحبكم في الله، وبشكركم على الكومنتات الحلوة في الفيديوهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.